يوم 15 ديسمبر سنة 2025 الحكومة الأمريكية عدت عتبة ما حصلتش غير 3 مرات بس في تاريخ السلم الحديث. فوايد الديون القومية اللي وصلت ل 970 مليار دولار بقت أكتر من اللي بنصرفه على وزارة الدفاع كلها. دي اسمها السيطرة المالية، النقطة اللي الديون فيها بتكبر قوي لدرجة إن البنك المركزي ما يقدرش يتحكم في التضخم تاني. خدمة الدين الحكومي بتبقى هي الاقتصاد كله، ولما السيطرة المالية دي بتحصل محفظة ال60-40 بتنهار. سنة 2022 كانت مجرد لمحة للي ممكن يحصل. الأسهم نزلت 19% والسندات نزلت 13% في نفس الوقت. الاستراتيجية المعتادة للتقاعد خسرت 16.7% في سنة واحدة. ده كان تكرار لنمط تاريخي، دورة لإعادة توزيع رأس المال حصلت في 3 أزمات كبيرة على مدار القرن اللي فات وبتتكرر تاني دلوقتي. على آخر الفيديو ده هتفهم بالظبط إيه هما ال3 أنواع من الأصول اللي بتحافظ على الثروة لما العملات بتنهار، وليه بتنجح، وإزاي أغنى المستثمرين في العالم بيجهزوا نفسهم دلوقتي. خليني أوريك حاجة أول ما تشوفها مش هتقدر تنساها. 3 إمبراطوريات، 3 أزمات عملة، نفس النمط. الأزمة الأولى فايمار ألمانيا 1922-1923. في أوائل سنة 1922 160 مارك ألماني كانوا بيشتروا دولار أمريكي واحد. في نوفمبر 1923 بعد أقل من سنتين 4.2 تريليون مارك بقوا بيشتروا دولار واحد. الحكومة الألمانية طبعت فلوس بمعدل جنوني عشان تدفع تكاليف الحرب العالمية الأولى. التعويضات، قيمة المارك ما نزلتش، دي اتبخرت. الناس كانت بتجري على المخابز وقت استراحة الغداء لأن على آخر اليوم مرتباتهم ما كانتش بتجيب عيش. الفلوس الورقية بقت ورق حائط حرفياً. لكن اللي يلفت النظر هو إن سوق الأسهم الألماني في الحقيقة نما اسمياً خلال فترة التضخم المفرط، لكن ده ما منعش الإفلاس. القوة الشرائية للأرباح الاسمية دي كانت مجرد وهم، لأن أسعار السلع كانت بتزيد أسرع بكتير من أسعار الأسهم. مين اللي صمد؟ كانوا اللي معاهم ذهب حقيقي وعملات أجنبية مدعومة بالذهب وأراضي زراعية تقدر تنتج أكل. الأزمة الثانية الركود التضخمي في أمريكا في السبعينات. معدل التضخم زاد بسرعة من 5% لأكثر من 25% سنة 1975. سعر البترول زاد 4 أضعاف بعد الحظر العربي سنة 1973. سعر القمح زاد 3 أضعاف، وسعر الذرة تقريباً 3 أضعاف، وسعر فول الصويا زاد 4 أضعاف. محفظة ال60-40 اتدمرت. السندات خسرت قيمتها لما التضخم أكل المدفوعات الثابتة. أسهم النمو انهارت بسبب ارتفاع أسعار الفايدة اللي دمرت التقييمات. مين اللي صمد؟ الدهب حقق عائد حقيقي سنوي 22.1% طول العقد ده. الأراضي الزراعية في أمريكا زادت قيمتها 438% اسمياً من 1970 ل 1980. حتى بعد ما نحسب التضخم ده لسه بيمثل زيادة حقيقية كبيرة في القيمة. أسهم الطاقة حققت متوسط عائد حقيقي 12.9% سنوياً. وأسهم القيمة يعني الشركات الصناعية اللي عندها أصول ملموسة وقدرة على تحديد الأسعار تفوقت بشكل كبير على أسهم النمو بشكل ساحق بفضل قدرتها على نقل عبء زيادة التكاليف للعملاء. الأزمة الثالثة الأرجنتين من سنة 1991 لسنة 2002. الأرجنتين ربطت البيزو بتاعها بالدولار الأمريكي بسعر صرف 1:1. في الأول الخطة دي نجحت، التضخم بقى تحت السيطرة، قيمة الصادرات نطت من 12 مليار ل 27 مليار دولار. لكن بعد كده البرازيل خفضت قيمة عملتها سنة 1999. الصادرات الأرجنتينية بقت أقل تنافسية، الاقتصاد بدأ يدخل في ركود. الدولة عجزت عن تأمين تمويل من أسواق رأس المال. بحلول ديسمبر 2001 كانت موجة من سحب الودائع قد بدأت. لاحقاً فرضت السلطات حداً أقصى للسحب الشهري قدره 1000 بيزو. تلا ذلك التحويل الإجباري للحسابات المقومة بالدولار إلى البيزو بأسعار صرف مصطنعة. مبلغ ضخم قدره 100 مليار دولار كان مودعاً في المؤسسات المالية الأرجنتينية
تم تحويله إلى ما يعادله 100 مليار بيزو ليتبخر 75% من قوته الشرائية مع انهيار العملة. الأفراد الذين احتفظوا بحسابات بنكية مقومة بالدولار الأمريكي خسروا 60% من قوتهم الشرائية الفعلية. أي شرائح من السكان تمكنت من تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية؟ بشكل أساسي أولئك الذين يمتلكون أراضياً زراعية ومخزونات كبيرة من السلع الأساسية. انخفاض قيمة البيزو جعل ممتلكاتهم المقومة بالبيزو أقل تكلفة بكثير للمشترين الدوليين، مما حفز طلباً قوياً. بالتزامن مع ذلك، رافع ارتفاع عالمي في أسعار السلع الأساسية القيمة الجوهرية لمنتجاتهم. الأرجنتين تخلفت لاحقاً عن سداد التزامات بلغ مجموعها 95 مليار دولار، مسجلة بذلك أكبر تخلف عن سداد الديون السيادية تم تسجيله حتى تلك اللحظة. ومع ذلك تمكن المنتجون الزراعيون بشكل لافت من الحفاظ على جزء كبير من ثرواتهم الحقيقية. هذا النمط المتكرر تأكد بما لا يدع مجالا للشك عبر 3 أزمات متميزة ظهرت نفس ديناميكيات إعادة تخصيص رأس المال، مفضلة باستمرار 3 فئات أصول محددة أثبتت قدرتها على الحفاظ على القوة الشرائية بل وزيادتها، على عكس الممتلكات الأخرى تماما. فئة الأصول الأساسية التي تم تحديدها تتكون من الأراضي المنتجة بما في ذلك الحيازات الزراعية والتعرض المباشر للسلع الأساسية. الجدير بالذكر أن بيل غيتس يمتلك 242 ألف فدان من الأراضي الزراعية الأمريكية موزعة على 17 ولاية، وهذا يجعله أكبر مالك خاص للأراضي الزراعية على مستوى البلاد. المنطق الكامن وراء ذلك: الأراضي الزراعية تعمل كتحوط متأصل ومنهجي ضد تدهور العملة. ضعف الدولار الأمريكي يجعل السلع الزراعية الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بالأسواق الدولية، مما يحفز الصادرات ويرفع قيمتها السوقية. العوائد الزراعية من هذه الأراضي تشهد ارتفاعاً بالقيمة الإسمية، لكن الأهم من ذلك أن قيمتها تزداد أيضاً بالنسبة للعملة المتدهورة. البيانات التاريخية من 1970 إلى 2019 تشير إلى أن العوائد من الاستثمارات في الأراضي الزراعية أظهرت باستمرار علاقة إيجابية مع الاتجاهات التضخمية. طول فترة السبعينات الأراضي الزراعية فاقت باستمرار تضخم مؤشر أسعار المستهلك، محققة عائداً سنوي إضافي بمتوسط 11.1%. ده بيدل على أن حتى مع ارتفاع الأسعار العامة بنسبة 11% بسبب الضغوط التضخمية، قيمة الأراضي الزراعية زادت بنسبة 11% إضافية بالقيمة الحقيقية بعد تعديل التضخم. حماية حقيقية للقوة الشرائية حتى في فترات أحدث، بالتحديد من سنة 2000 لسنة 2009. تفوق الأراضي الزراعية على التضخم سجل 7.6%، وبعد كده بين 2010 و2019 العائد الإضافي ده وصل ل 4.8%. الظاهرة دي مش مجرد دورية، دي بتمثل خاصية هيكلية أساسية. تصاعد أسعار السلع في السبعينات بيقدم سابقة تاريخية مهمة. عمليات شراء حبوب ضخمة وغير متوقعة من الاتحاد السوفيتي في أوائل السبعينات حفزت الطلب العالمي بشكل كبير. صادرات القمح العالمية لوحدها زادت بنسبة 29% في الفترة اللي بين 1971 و 1972 بسنة واحدة. الإنتاج الزراعي أثبت إنه مش كافي عشان يلبي الطلب المتزايد ده. انهيار مصايد الأنشوجة البيروفية سنة 1972 قلل إمدادات الأعلاف الغنية بالبروتين الضرورية للمواشي، وده أدى لارتفاع انفجاري في أسعار فول الصويا. وكمان بعد ما الرئيس نيكسون ألغى قابلية الدولار للتحويل للذهب سنة 1971، قيمة الدولار نزلت بحوالي 30% مع نهاية العقد ده. المنتجين الزراعيين استفادوا من تضافر 3 عوامل بتزيد قيمتها: أسعار إسمية عالية، أسعار حقيقية محسنة، وديناميكيات عملة مواتية دفعت نمو الصادرات. آلية اقتصادية مشابهة شغالة دلوقتي. مؤشر الدولار نزل بالفعل بحوالي 10% من أعلى نقطة وصلها في 2022. الدين السيادي دلوقتي عدى حاجز 35 تريليون دولار.
الأراضي الزراعية مش المفروض تتشاف على إنها رهان مضاربي، بالعكس هي تشتغل كتحوط سليم رياضيا، وده بيمثل فئة الأصول رقم 2 اللي بتضم الذهب وأدوات مالية تانية مش سيادية. ألمانيا، فايمار، نوفمبر 1923. الحكومة طبعت عملة بكميات ضخمة لدرجة إن المعروض الاسمي من المارك تضخم من 29 مليار ل 400 كوينتليون، رقم مذهل. على النقيض، المعروض العالمي من الذهب بيفضل محدود بطبيعته بسبب قدرات التعدين المادية والحقائق الجيولوجية الثابتة. قيمة الذهب بالمارك الألماني زادت بشكل كبير مع انهيار المارك، مش عشان الذهب بقى مفيد أكتر، لكن عشان الحكومة ما تقدرش تطبع ذهب عشان توازن كمية الفلوس اللي في السوق. القيمة الجوهرية للذهب ما بتعتمدش على سياسات الحكومة. لما الحكومات بتضعف قيمة عملتها، القوة الشرائية النسبية للذهب بتزيد لوحدها. فترة السبعينات أثبتت ده بوضوح. سعر الذهب زاد من 35 دولار ل 455 دولار للأوقية في نهاية العقد، ودي زيادة وصلت ل 13 ضعف. حالياً في سنة 2025 سعر الذهب عدى حاجز ال 4000 دولار للأوقية، وسجل زيادة أكتر من 20% من نص شهر أغسطس. لكن الإشارة الأهم هي البنوك المركزية بتجمع ذهب بنفسها بأسرع وتيرة في نص قرن فات. في الفترة من 2022 ل 2024 صافي مشتريات الذهب للبنوك المركزية زادت أكتر من الضعف، وعدت حاجز 1000 طن كل سنة. الدافع الأساسي ورا الزيادة دي جاي من آسيا، وخصوصاً الصين، ومعاهم كمان الهند واليابان والأسواق الناشئة بشكل عام. في شهر أغسطس 2025 لوحده، البنوك المركزية ضافت 19 طن ذهب للاحتياطيات العالمية. البنك الوطني البولندي اشترى 67 طن زيادة لحد آخر أغسطس، وبكده بقى أكبر مشتري للذهب من أول السنة لحد دلوقتي. إيه السبب ورا الخطوة دي؟ دي استراتيجية تنويع الاحتياطيات. نسبة الدولار في إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية نزلت من 65% من 10 سنين لأقل من 58% في الوقت الحالي. البنوك المركزية بتقلل بشكل علني حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وفي نفس الوقت بتزود احتياطياتها من الذهب. ده مش مجرد تخمين، دي اعتراف مؤسسي إن دور الدولار كأصل احتياطي وحيد بيوصل لنهايته. تدفقات الاستثمار في صناديق الذهب المادية وصلت لمستوى قياسي في شهر سبتمبر 2025. صناديق الذهب العالمية سجلت أكبر تدفقات شهرية وأقوى ربع سنوي في تاريخها بإجمالي 26 مليار دولار. الذهب ما بيولدش تدفقات نقدية وما بيدفعش توزيعات أرباح، قيمته بتيجي من عامل واحد بس، إنه مخزن للقوة الشرائية مستقل عن مصداقية الحكومة. في ظل ديون حكومية غير مستدامة رياضياً واستقلالية البنوك المركزية عليها علامات استفهام، الخاصية دي بتبقى لا تقدر بثمن. في سجلات الأسواق المالية تبرز فئة ثالثة من الأصول، ألا وهي أسهم القيمة، التي لطالما تميزت بامتلاكها لأصول مادية راسخة وقدرة لا تباهى على فرض أسعارها. عندما تشتد عواصف الاقتصاد لا تتشابه كل استثمارات الأسهم في صمودها أو في جنيها للثمار، فلكل منها حكايته. أما أسهم النمو، لا سيما تلك الشركات التكنولوجية التي لا تكاد تحقق أرباحاً اليوم وتعتمد على أحلام أرباح مستقبلية بعيدة، فغالباً ما تترنح بقوة أمام رياح التضخم العاتية. إن قيمة هذه الشركات في جوهرها لا تستند إلا إلى وعود بتدفقات نقدية قد لا تراها العين إلا في غد بعيد. وكما تعلمنا من صفحات التاريخ المالي، فإن تضاعف معدلات الخصم يعني حتماً أن القيمة الحالية لتلك الأرباح المستقبلية الموعودة ستنخفض إلى النصف بلا هوادة. إنها حقيقة رياضية لا تقبل الجدل، وقانون يحكم عالم الأرقام. ولم يكن عام 2022 إلا شاهداً حياً ودليلاً قاطعاً لا يدع مجالاً للشك على صحة هذا المبدأ العتيق.
ففي ذلك العام شهدت أسهم قطاع التكنولوجيا تراجعاً مؤلماً بلغ 31.5% من قيمتها. أما شركة ميتا بلاتفورمز على وجه الخصوص فقد هوت قيمتها السوقية بنسبة مذهلة بلغت 64.2% في مشهد يذكرنا بتقلبات الأسواق. وعلى الجانب الآخر من العملة نجد أسهم القيمة، تلك التي تتسم بأصول مادية ضخمة وتدفقات نقدية حاضرة لا تنتظر الغد وقدرة فطرية على تحديد الأسعار، لطالما أثبتت تفوقها في الأداء عبر العصور. فبخلاف رفيقاتها من أسهم النمو، تجني شركات القيمة معظم تدفقاتها النقدية في يومها هذا، لا تنتظر وعوداً بعيدة المدى لعام 2030 وما بعده. وفي خضم التضخم تظهر هذه الشركات مناعة أكبر ضد لسعات ارتفاع معدلات الخصم. والأهم من ذلك أن الشركات التي تملك أصولاً ملموسة وقوة تسعير تتقن فن تمرير التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، فتحافظ بذلك على هوامش أرباحها الحقيقية وكأنها تحمي كنوزها من التآكل. ولعل أسهم قطاع الطاقة هي خير شاهد على هذه الظاهرة، وقصتها تحكي الكثير. فإيرادات هذه الشركات كما يخبرنا التاريخ ترتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار السلع الطاقوية صعودا وهبوطا. ولقد أظهرت السجلات التاريخية أن أسهم الطاقة في 74% من فترات التضخم المرتفع قد تفوقت على التضخم نفسه، محققة عائدا حقيقيا سنويا بلغ متوسطه 12.9%، وكأنها حصن منيع. ولا ننسى صناديق الاستثمار العقاري ريتس التي تملك عقارات عاملة وتبرم عقود إيجار تسمح بزيادة الإيجارات، فقد أثبتت هي الأخرى قدرتها على الصمود وتحقيق أداء قوي. فلقد تجاوزت صناديق الاستثمار العقاري للأسهم عبر تاريخها التضخم في 66% من الفترات التي رصدناها، محققة عوائد حقيقية بمتوسط 4.7%، وكأنها تروي قصة نجاحها. وإذا ما تضمنت عقود إيجار المكاتب أو المنشآت الصناعية بنوداً تسمح بتعديل الإيجارات وفقاً لمؤشر التضخم، فإن إيرادات هذه الصناديق تتضخم تلقائياً مع تسارع التضخم، فتحمي بذلك الدخل الحقيقي من التآكل، وكأنها درع واق. ومنذ عام 1980 تشهد سجلات الأسواق أن أسهم القيمة قد تفوقت باستمرار على أسهم النمو، محققة تفوقا سنويا بمتوسط 4.5% في قصة نجاح لا تتوقف. وعندما تشتد وطأة التضخم يتسع هذا الفارق في الأداء بشكل ملحوظ، ليؤكد على حكمة الاستثمار في القيمة. في أوج أزمة النفط سنة 1974 الأسهم الموجهة نحو القيمة حققت عوائد مجزية، وده كان على عكس حاد مع أسهم النمو اللي شهدت تراجع. دلوقتي بنشوف ظروف مشابهة، قوى السوق بتظهر تاني، وبالتحديد استثمارات الأسهم الخاصة. المعاملات اللي بتميزها أعباء ديون ضخمة ناتجة عن عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية بتواجه دلوقتي حساسية متزايدة، مع تضاعف أسعار الفايدة من أدنى مستوياتها وقت الوباء. العبء المشترك لمدفوعات الفايدة النقدية والضرائب دلوقتي بياخد تقريبا كل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والإيجار، أبالدار لعدد كبير الشركات. على النقيض أسهم القيمة اللي تتميز برفعة مالية متواضعة وأصول إنتاجية ملموسة وسلطة تسعير متأصلة في قطاعات السلع الأساسية في وضع استراتيجي يحمي ويزود. القوة الشرائية، النقطة دي بتسمح لنا نربط السوابق التاريخية بالأندكتيمة. المشهد المعاصر، الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة في سنة 2025 بيعكس نفس الخصائص اللي لاحظناها قبل كل أزمة كبيرة احنا درسناها. المؤشر الأساسي عتبة الهيمنة المالية تم تجاوزها. خدمة الدين العام من المتوقع أنها تتكلف 970 مليار دولار في مدفوعات فايدة خلال السنة المالية 2025. الرقم ده بيمثل زيادة تقريباً 3 أضعاف عن ال 345 مليار دولار اللي كانت اتصرفت في سنة 2020.
مكتب الموازنة بالكونغرس بيتنبأ إن الرقم ده هيتصاعد ل 1.8 تريليون دولار بشكل سنوي بحلول سنة 2035. مبلغ مهول قدره 1.8 تريليون دولار، تقريبا ضعف اللي بنصرفه على دفاعنا هيتخصص بس لخدمة الديون اللي علينا. ده بيمثل الهيمنة المالية. لما البنك الفيدرالي بيرفع أسعار الفايدة عشان يحارب التضخم، تكاليف خدمة الديون بتتصاعد بشكل صاروخي، وده بيجبر الحكومة إنها تستلف أكتر، وبالتالي بيبدأ حلقة مفرغة سلبية بتغذي نفسها. المؤشر التاني بتاعنا هو أسعار الفايدة الحقيقية اتحولت لمنطقة إيجابية. لفترة طويلة التضخم كان دايما بيتجاوز أسعار الفايدة الإسمية، وده كان معناه إن أسعار الفايدة الحقيقية كانت سلبية فعليا. الديناميكية دي سمحت للحكومة إنها تآكل أعباء ديونها عن طريق التضخم. الحقبة دي خلصت، أسعار الفايدة الحقيقية دلوقتي إيجابية بشكل قاطع. لأول مرة من سنين طويلة تكلفة خدمة ديون الحكومة بتتصاعد بدل ما بتقل. الظروف الاقتصادية المواتية اللي سمحت للدين العام إنه يزيد بمعدل أبطأ من الاقتصاد الكلي اتقلبت دلوقتي. في غياب فائض مالي، وهي حالة أمريكا ما حققتهاش من سنة 2001، تراكم الديون بطبيعته بيتحول لنمو أوسي رياضي. المؤشر الثالث بتاعنا استقلالية البنوك المركزية بقت محل تساؤل. الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي لسه بتحتفظ بحوالي 4.6 تريليون دولار سندات خزانة أمريكية اللي اتجمعت خلال برامج التيسير الكمي بتاعته. المحفظة الضخمة دي بتجيب معاها خطر إن السياسة النقدية ممكن تبقى خاضعة للاستدامة المالية بدل ما تحافظ على سيطرة مستقلة على التضخم. الظاهرة دي بتعتبر السمة المؤسسية للهيمنة المالية. البنك المركزي ما بقاش قادر يلتزم بشكل موثوق إنه يدي أولوية لاستقرار الأسعار، لأن ديناميكيات ديون الحكومة السائدة بتفرض عليه موقف متساهل. المؤشر الرابع بتاعنا تسارع تنويع الاحتياطيات. على مستوى العالم البنوك المركزية بتنوع احتياطياتها وبتبعدها عن الدولار الأمريكي بوتيرة غير مسبوقة. من نهاية الحرب العالمية الثانية نسبة الدولار من الاحتياطيات العالمية قلت من 65% ل 58% في عقد واحد بس. دول زي الصين وروسيا وتركيا بقالها فترة بتبيع سندات الخزانة الأمريكية بشكل منهجي، وفي نفس الوقت بتزود احتياطاتها من الذهب وبتعمل تجارتها الدولية بعملتها الوطنية. الموضوع ده مش جاي من أفكار سياسية أو أيديولوجية، لأ، ده إعادة توزيع رأسمالي استراتيجي بيعملوا خبراء ماليين كبار اللي شايفين إن في تحولات اقتصادية جاية في السكة. المؤشر الخامس بيأكد لنا إن نموذج المحفظة التقليدي اللي هو 60-40 خلاص ما بقاش ينفع. الهبوط المتزامن لسوق الأسهم والسندات في سنة 2022 ما كانش مجرد حاجة عابرة أو استثناء، بالعكس ده كان إشارة لتحول جذري في طريقة التفكير الاقتصادي. في جو اقتصادي بقى فيه التضخم هو المحرك الأساسي ومصداقية الحكومة المالية تحت المجهر، العلاقة العكسية التقليدية بين الأسهم والسندات بتتقلب. بدل ما كانوا بيحموا بعض، لقينا إن الفئتين دول من الأصول قيمتهم بتقل في نفس الوقت. سنة 2022 كانت المرة الرابعة بس من سنة 1973 اللي فيها الأسهم والأصول ذات الدخل الثابت سجلوا عوائد سلبية في نفس الوقت خلال 12 شهر، وده دلوقتي بقى هو الواقع الاقتصادي اللي بنعيشه. الحسابات المالية الأساسية اللي كنا ماشيين عليها ما بقتش نافعة. توزيع المحفظة التقليدي 60-40 بيثبتوا إنه مش فعال في ظل سيطرة السياسة المالية على الاقتصاد. طيب إيه التطورات اللي ممكن نتوقعها بعد كده؟ ممكن نحدد 3 سيناريوهات محتملة ومختلفة. السيناريو الأولاني بيتكلم عن عملية ضبط مالي، بس احتمال إن ده يحصل يعتبر قليل، وده معناه إن الكونجرس يعمل إصلاحات مالية حقيقية تجمع بين زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات الحكومية، وفي الحالة دي مستويات الدين العام هتستقر، وساعتها الدولار الأمريكي قيمته هترتفع وثقة المستثمرين والأسواق هترجع تاني. بس نتيجة زي دي لسه في نطاق الاحتمالات النظرية بس. من الناحية السياسية كان الموضوع ده يبدو مستحيل بنفس القدر. السيناريو المحتمل التاني بتاعنا الكبت المالي، احتمالية متوسطة. التحول التدريجي، العملة المحلية بتشهد تدهور تدريجي في قيمتها. أسعار الفايدة الحقيقية بتفضل تحت مستويات النمو الاقتصادي،
وده بيتم عن طريق ضغوط تضخمية موجهة. الدولة بتقلل التزامات ديونها بشكل تدريجي عن طريق إجراءات تضخمية، وده في نفس الوقت بيقلل القوة الشرائية لأصحاب المدخرات. ده يعتبر الشكل الأكثر تحكماً، أو ما يسمى بالهبوط الناعم لأي تراجع مالي. الاستراتيجية دي استخدمها البريطانيين بشكل ملحوظ بعد أزمة الجنيه الاسترليني سنة 1976، رغم إنه صعب إلا إنه بيفضل في نطاق السيطرة. في الإطار ده بالذات، الثلاث فئات من الأصول اللي ذكرناها قبل كده بتفضل تحقق أداء متفوق. الأراضي الزراعية قيمتها بتزيد، الذهب بيحافظ على قوته الشرائية الذاتية في ظل تدهور قيمة العملة، الشركات اللي بتتميز بأصول مادية وخصائص الأسهم القيمة بتقدر تنقل التكاليف المتزايدة لعملائها. السيناريو المحتمل الثالث، أزمة حادة وشديدة، احتمالية حدوث الحدث ده في مسار تصاعدي. الثقة في أدوات الدين السيادي بتتدهور بسرعة. حدث مفجر، بالتحديد اضطراب جيوسياسي كبير، تراجع في تقييم الجدارة الائتمانية للدولة، فشل مزاد سندات الخزانة بيدفع المستثمرين الدوليين إنهم يتخلصوا من حيازتهم. الدولار الأمريكي بيشهد تراجع كبير في قيمته. الضغوط التضخمية بتشتد. البنك الفيدرالي بيواجه معضلة ملهاش حل، يا يرفع أسعار الفايدة ويخاطر بإفلاس الحكومة، يا إما يستسلم ويسيب القيمة الحقيقية للعملة بتتآكل. المسار ده بيعكس تجربة جمهورية فايمار والأزمة الأرجنتينية، وده نموذج متكرر وثقناه بدقة 3 مرات في المية سنة اللي فاتوا. في ظروف زي دي، إعادة توجيه رؤوس الأموال بتتحول لهروب جماعي محموم. محافظ الاستثمار التقليدية بتتكبد خسائر مدمرة. الحفاظ على الثروة مش ممكن يحصل إلا عن طريق الأصول الملموسة والأدوات النقدية البديلة والأسهم اللي بتركز على القيمة واللي ليها قوة تسعير حقيقية. الاتجاه الواضح ده بدأ يظهر بالفعل. استحواذ بيل جيتس على 242 ألف فدان من الأراضي الزراعية بيتجاوز مجرد المضاربة. بالعكس، ده بيمثل وضع استراتيجي محسوب من واحد من أذكى مديري رؤوس الأموال في العالم. شراء البنوك المركزية ل1000 طن ذهب كل سنة بمعدل ضعف التراكم اللي فات، مش مجرد تمسك بالتقليد، ده بيدل على استعداد مؤسسي عميق.